اهلا بيكم في طاروت الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لمنفصلين برج العقرب، طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج، وخدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج العقرب، انا شايف ان في حد زي ما يكون هيتجنن عليكم، وفي حد هيموت ويتواصل معاكم، وفي حد ضميره بيأنبه يمكن بسبب تصرف غير لائق صدر اتجاهكم، أو ممكن يكون عمل حاجة ضايقتكم، أو وصل لكم رسالة ممكن تكون خلتكم تشكوا أو تتخانقوا، أو يبقى في بعد ما بينكم. بس أنا شايف إن في حد عايز يكلمكم، وفي حد عايز يشوفكم ويكلمكم ويقعد معاكم، وفي حد عايز يكون معاكم، في حد مشتاق ليكم، ويمكن انتوا حاسين بطاقة الاشتياق دي بسبب حتى انتوا في قرار عايزين تاخدوه بس انتوا مش قادرين تاخدوه لان احساسكم محيركم. بتحسوا يمكن ان انتوا محتاجين ان انتوا تدوا للشخص ده فرصة تانية او تنتظروه. انا شايف ان جواكم احساس ان الشخص ده هيكلمكم او هيبادر بالتواصل معاكم. انا شايف ان في قرار او في حاجة جواكم انتوا مشتتين بسبب شعوركم اتجاه الشخص ده، وانا شايف ان افعال الشخص ده ممكن تكون بتخليكم يمكن تفكروا بطريقة سلبية او بتضايقكم. لكن لما بتيجوا تسمعوا لإحساسكم الشخص ده كتير بيحبكم وما يقدرش يعيش من غيركم. بس في تصرفات كتير سلبية بتصدر من الشخص ده اتجاهكم، وبعد ما الشخص ده يمكن ما بيضايقكم الشخص ده بعد كده ضميره بيأنبه أو بيتعب، أو بيقول أنا ليه عملت كده، أو ليه أنا اتصرفت كده. أنا شايف إن في حاجات كتير انتوا محتاجين إن انتوا تبطلوا تفكير فيها، لأن انتوا ممكن تكونوا شايفينها بمنظور لكن هي ليها أبعاد تانية خالص. انا شايف ان في كتير منكم تعب من العلاقة دي، او بتتمنوا ان انتوا تاخدوا قرار حاسم او قرار بدون رجعة فيه، بس مش قادرين، بتبقوا دايما محتارين او مترددين. بس في حاجة انتوا بتتمنوها توصلوا لها، وفي حاجة انتوا بتتمنوها انا شايف انها تتحقق، وفي فرحة جايالكم، وفي سعادة فيما يخص العاطفة، وفي أمنية في العاطفة انتوا بتتمنوها هتتحقق. انا شايف ان الشخص ده هيرجع لان الشخص ده بيحبكم. الشخص ده أنا شايف إن هو هيتواصل معاكم لأن الشخص ده ما يقدرش يعيش من غيركم. الش- الشخص ده مش بيحس بالراحة غير في وجودكم، أو حتى بمجرد إن هو يكلمكم مجرد مكالمة. أنا شايف إن في إحساس جواكم مخليكم متمسكين بالشخص ده، وإن انتوا عارفين إن الشخص ده متعلق بيكم وكتير بيحبكم وما يقدرش يعيش من غيركم، على الرغم من تصرفاته بتبقى عكس كده في كتير من الأوقات. والشخص ده يمكن شايفكم يمكن أجمل ما انتوا شايفين نفسكم، أو انتوا في عين الشخص ده أجمل حد شافه في حياته. والشخص ده وهو معاكم بيحس إن هو ملك الدنيا وما فيها. أنا شايف إن كتير منكم الشخص ده مش بيفكر فيكم كحبيب أو كأقرب حد ليه، الشخص ده شايفكم كعيلة واستقرار. أنا شايف كمان إن في منكم ممكن تكونوا متجوزين، وممكن يكون الشخص ده بعيد عنكم، وممكن يكون الشخص ده لما هيرجع ممكن يحصل حمل بإذن الله، او لو انتوا بتتمنوا انجاب ممكن ربنا يرزقكم باذن الله. انا شايف ان في حاجات كتير ممكن انتوا بتتسالوا بشأنها، بس لما بتقعدوا مع نفسكم وبتفتكروا بعض المواقف او بعض المشاعر الصادقة اللي حتى سواء خرجت من الشخص ده بطريقة متوقعة او غير متوقعة، بتعرفوا قد ايه ان هو بيحبكم ومتمسك بيكم. انا شايف ان في خير جايلكم في الطريق، في حاجة ربنا هيرزقكم بيها في الحب، سواء كان رجوع، أو سواء كان اعتراف بالحب، أو سواء كان مصالحة ما بينكم، أو سواء كان ارتباط أو زواج. في حاجة انتوا بتتمنوها هتتحقق، فخلوا عندكم إيمان كبير بربنا، وتمسكوا بأحلامكم وأهدافكم عشان انتوا تمسككم بأحلامكم تقدروا تخلوها تتحقق. وخلوا معنوياتكم وطاقتكم مرتفعة، وتخلصوا من أي طاقة سلبية عشان تجذبوا الحاجات اللي انتوا بتتمنوها بشكل أسرع. أنا شايف هنا إن في شخص ما يقدرش يعيش من غيركم، وفي شخص خلاكم كل حاجة في حياته. صحيح الشخص ده ممكن يكون خذلكم كتير، أو تصرفاته تعبتكم كتير وفكرتوا إن انتوا حتى تمشوا أو تسيبوا العلاقة دي، أو إن انتوا خلاص مش قادرين تكملوا معاه. بس انتوا عمركم ما بتقدروا تاخدوا القرار ده مهما حاولتوا،
وانا شايف ان انتوا جواكم احساس ان الشخص ده ما يقدرش يعيش من غيركم، وان لو الشخص ده خسركم مش انتوا اللي هتتعبوا، ده هو اللي هيتدمر. انا شايف ان في حاجات انتوا محتاجين توقفوا تفكير فيها شوية، ومع الوقت في حاجات انتوا هتشوفوها ما كنتوش واخدين بالكم منها قبل كده. في حاجات ممكن تكونوا شايفينها بمنظور معين او من جهة معينة، ولكن هي ممكن يكون ليها كذا جانب وانتوا مش واخدين بالكم منه من كتر التفكير اللي انتوا بتفكروا فيه. الشخص ده كتير بيحبكم ومتعلق بيكم. انا شايف ان ممكن يكون البعض منكم بقالكم سنين مع بعض، ويمكن الشخص ده لسه متقدمش للارتباط وانتوا فاكرين ان انتوا فترة في حياته وخلاص وان هو يسيبكم بعد كده، وفاكرين ان هو ممكن يكون بيتسلى او ممكن يكون مش هيكون ما بينكم استقرار، لكن الشخص ده اصلا ان انتوا كل حياته. انا شايف ان الشخص ده مش بيتسلى بيكم. الشخص ده مفيش حد بيحتل مشاعره او صدق مشاعره غيركم. الشخص ده عايز يتواصل معاكم ويكلمكم، مش قادر اكتر من كده. الشخص ده مشاعره واخداه ليكم، والشخص ده مش قادر على البعد. حتى لو في بروب في العلاقة او عدم تواصل او حتى مسافات بتفرقكم، بس الشخص ده عايز يكون معاكم. انا شايف ان هيكون في توازن واستقرار في حياتكم، فما تقلقوش وتفائلوا خير ان اللي جاي هيكون احسن باذن الله. واكتبولي في التعليقات لو الشخص ده تواصل معاكم وعايز يرجع من تاني، هل انتوا هتوافقوا ولا لأ؟ ولو عجبتكم القراءة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة.